بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي إن شاء الله هنتكلم عن أهمية الكبد في جسم الإنسان. الحقيقة الكبد ليه أهميات كتيرة جدا 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 في جسم الإنسان. أولا هو من أهم وظائفه إنه بينتج العصارة الصفراوية اللي هي بتهضم الدهون، يعني بيشارك بنسبة كبيرة في إنزيمات الهضمة. تاني وظيفة ليه إنه بيخلق معظم اللي هم معاملات التجلط اللي بتساعد على تجلط الجسم، ولذلك دايما اللي عنده مشاكل في الكبد بيدوله علاج فيتامين كاف او بيساعده ان ايه، بيحصل سنة سيولة، لانه بيبقى عنده مش في مشاكل كبيرة في تخليق معاملات التجلط دي، عوامل التجلط يعني. تالت أهمية إنه إن وظائف إنه بيقلل السموم. هو زي الكلى كده، معظم السموم أو الحاجات بتدخل يا إما بتتخرج عن طريق الكبد أو عن طريق الكلى، بيخرج جزء كبير من السموم في الجسم. هل نشاط الكبد بيأثر على النشاط العام للبني آدم؟ طبعا. ممكن تلاقي واحد كسلان مبيقدرش يعمل مجهود، فتيجي تروح تعمل له وظائف كبد تلاقيها عالية، تعمل له أشعة تلاقي عنده دهون على الكبد. دهون على الكبد بتأثر جدا على إن الكبد يقوم بوظيفته، وبدرجة مباشرة بتأثر على مجهود البني آدم عن طريق الجلايكوجين اللي بيبقى متخزن. لأن طبعا انتوا عارفين إن الكبد بيخزن النشويات أو السكريات الزايدة عن طريق الجلايكوجين وبيتخزن جوه الكبد، لكن بطريقة أوفر بتأثر بعد كده على نتائجه، ما بيفرزش الجلايكوجين ده ما بتحب تفرزه، وبالتالي بيأثر بصفة مباشرة على وظائف جسم الإنسان ونشاطه. دي أهم وظائف الكبد. طبعا من الحاجات الحيوية جدا في جسم الإنسان. أتمنى للجميع صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.